تعال أعرفك على طريقة تصميم عبقرية لو أنت اتبعتها في نظام التكييف المركزي عندك في البيت هتزود من الافشنسي وكفاءة النظام عندك، وفي نفس الوقت هتدي منظر جمالي للمكان. زي ما احنا شايفين في الريسبشن هنا العميل معتمد على نظام الكونسيلد والجريلات الداون السلوت جريل اللي هي بترمي للاسفل. عندنا جهاز هنا وعندنا جهاز كمان هنا. الجريلا دي هي عباره عن جريلة السبلاي اللي بتخرج الهواء للمكان البارد. طب فين جريلات الريتيرن عندنا؟ هنا اعتمدنا ان يكون جريلات الريتيرن معموله زي بيت ستاره او بيت نور في الشكل ده. ده كان مسار الراجع عندنا في المكان. الميزه عندنا في الجزئيه دي ان احنا عملنا شكل جمالي للمكان من خلال ان احنا ما زودناش جريلات السبلاي في المكان، اكتفينا بجريلة سبلاي واحده. والميزه الثانيه ان احنا خلينا الافشنسي بتاعت الجهاز تزيد عن طريق ان احنا خلينا اجباري السبلاي اللي هيخرج من هنا لازم هيبدا يروح للاماكن دي عشان يتسحب ويبدا يرجع للجهاز مره ثانيه. طب ده عمل معايا ايه؟ عندي هنا في واجهات ازاز كتيره جدا في المكان. الواجهات دي بتبدا تتدخل احمال حراريه عاليه جدا، فكون ان الهواء البارد يوصل لابعد نقطه في المكان فالافشنسي عندي بتزيد. وما تنساش تعمل لنا فولو، بنزل كل يوم نصايح ومعلومات عن انظمه التدفئه والتكييف المركزيه هتهمك وانت بتاسس بيتك.